من غير مصاريف وهتفرحي ولادك. حلاوتها في بساطتها. تعالي هاتي طاسة وهاتي كيلو مكرونة ويلا بينا. هتحطي كده شوية من الزيت وهتنزلي المكرونة بتاعتك، وهتبدأي انك تقلبي كده المكرونة في الزيت تغلفيها. مش هنحمرها ولا اي حاجة، هنشوحها بس كده في الزيت شوية. وهكون مقطعة بقى إيه حبتين طماطم كبار، وكمان بصلية كبيرة، قرن فلفل كبير، وكمان حوالي 3-4 معالق صلصة، وراس توم مهروسة، ورشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، رشة كمان بقى من كل البهارات والتوابل اللي عندك وبتحبيها. بصي بقى، بصل بودر، توم بودر، بهارات فراخ، جنزبيل، سنة من القرفة، اقولك ايه كمان، كل البهارات اللي بتحبيها، 7 بهارات حطي، كمان مرقتين كده من الدجاج. تمام. تمام، وهقلب كل ده كده مع بعضه. تعتبري كده بتشوحي بقى المكرونة في كل الحاجات دي، والمكرونة هتشرب كل الحاجات دي، وهتبقى كده حاجة عظمة مش مكلفة خالص. كل المكرونة، وعندك الطماطم والبصل والفلفل والثوم في البيت. وهننزل بقى بمية مغلية، بس هنغطيها كده بشوية. تمام، لان انا احتجت ميه تاني وحطيت تاني. فانتي مثلا ما تبقاش محاذاه، لا حطي كمان شويه كده عليهم. لما لقيتها نشفت ولقيتها لسه، حطيت لها شويه ميه وغطيتها بورق الفويل. وكنت فاتحه بقى عندي الفرن، مشغلاه فرن وشوايه، ودخلت بقى الصينيه بتاعتي وسبتها كده مع نفسي. وبعد مرور حوالي تلت ساعه بدأت ان انا اطلعها، لقيتها بالشكل ده. حطيت بقى فيها بيض مسلوق، احنا عددنا 4، حطيت لنا 4 بيضات. حابة انك بقى تقدميها كده، الحمد لله عندك شوية جبنة موتزاريلا، وحابة انك بقى تشهيصي العيال، دي حاجة كده اختياري. ممكن عندك كده شوية بشاميل سايباهم في الفريزر، حطهم على وش المكرونة ودخليها تاخد لون. انتي بقى وزي ما انتي حابة. وطلعت معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده تحفة. اقسم بالله حاجة كده روعة. هتقولي لي بقى من غير مصاريف ازاي؟ هقولك انت ممكن تعمليها بالمكرونة وكل واحد بيضة، من غير بقى اي تكاليف ومن غير اي حاجة. بس انا بصراحة قلت بقى ان انا كان عندي جبنة موتزاريلا كده في الفريزر، بجيبها كده اول ما بنقبض، بجيب كام كيس وبحطهم في الفريزر عندي. لكن لو ما عندكيش جبنة، ممكن تعملي شوية بشاميل كده صغيرين وتحطهم على الوش. مفيش، تسلم ايديكي.